السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنعمل مع بعض مربى العنب. هلقيت الدنيا صيف وموسم العنب والعنب كتير، فحبيت نعمل المربى سهل كتير، وقلت انه ممكن تخزنه مربى. يعني موسم العنب وفي السوق كتير خالص. أخدت 2 كيلو عنب، غسلتهم كويس، حطيت عليهم كيلو سكر، بيتتهم ليلة. تاني يوم ركبتهم على النار. شوفوا كيف نزلت ميته لحاله مع الطبخ من غير مية طبعا. كل شوية اقعد انتبه عليه، والنار تكون مش عالية كتير في الأول، يعني بتكون عالية بعدين وطيها. كل شوية حركي، ارجعي وروحي وارجعي حركي. يا ريت اللي أول مرة يشوف القناة يحط لايك ويشترك بالقناة. حطيت ملح ليمون، معلقة، تعتبر معلقة، نص معلقة ونص معلقة تانية هيك بالمعلقة الصغيرة، وحركتهم ورجعت غطيته شوية ورجعت له. شوفوا كيف بدأ ينهري، بدأ يدوب معي. حطيت لون أحمر، للي ما بحب مش ضروري، بس حطيت شوية أنا صغيرة لا يعطي لون، يتغير لونه شوية. ونرجع نغطيه ونطبخه شوية. وسهل كتير، يعني ما أخذ ساعة وشوية على النار كان استوى. قبل لا يستوي بشوية حطيت معلقة قرفة، نص معلقة قرفة، وحطيت فانيليا، تعطيها ريحة حلوة مع ريحة العنب والقرفة وهيك أنا حطيت الفانيليا. لا تنسوا تعملوا لايك حبايبي على الفيديو. لسه بعد شوية ما استوى. شوفوا بعدين بصير يطلع الرغوة البيضة، هذه لازم نشيلها. ضل ايدك معه تغطيه وترجعي له وتلقطيها، أو تخليه من غير غطاء لا يجف، برضو بيمشي، لكن أنا غطيته لأن عايزته ينهري. شوفوا ما شاء الله العنب يعني نزل ميته وبدأ يستوي. أنا حاولت إني نجرب، لقيته بعده خفيف. لما تعمل الخط ما يلتقوا بسرعة بيكون استوى، لكن هنا التقوا على طول. رجعت تاني، رجعت مرة تانية، حطيت شوي وبعد شوية. هنا لما استوى شوفوا كيف صار لونه، شوفوا جمد، شوفوا ما أحلى صار. هيك صار بيتاكل الصبح في الفطور، وبينعمل سندوتشات للأولاد.